بقالي فترة طويلة قوي وانا بدور على احلى تتبيلة واحلى طعم لرغيف الحواوشي يديني نفس طعم حواوشي المحلات، ويكون مقرمش من بره وطري من جوه كده، ويكون العيش شارب التتبيلة وشارب الطعم. هنحضره من اول تحضير البهارات بتاعته وهنحمصها، واقول لكم ازاي نفرزه ونقدر ان احنا ناخده معانا في المصيف. ويلا بينا نبدأ في اول وصفة من وصفات العيد. والذ ميكس للبهارات استخدمته كان عباره عن فلفل اسود وروزماري وورق لورا وكزبره وكمون وحبهان، واستخدمت واحده من الورد المحمدي وكبابه صيني وعود قرفه، واستخدمت كمان معاهم حوالي يعني بشرتين كده من جوز الطيب. بعد كده في طاسه سخنه ابتديت ان انا احمص البهارات لغايه ما استخلصت منها كل الروائح والطعم بتاعها. بعد كده طفيت عليها وسبتها لمده حوالي 7 ل 8 دقائق ان هي تبرد، وبعد ما بردت ابتديت ان انا اطحنها لغايه ما وصلت انها بقت باودر. بعد كده بنيجي لاهم مكون من مكونات الحواوشي وهو اللحمه، ويفضل للحواوشي ان انا نستخدم لحمه سن ويكون فيها من 20 ل 25% نسبه دهون، طبعا ده الافضل، لكن لو عندنا اي قطعه لحمه حابين اننا نفرمها ونستخدمها للحواوشي ممكن نعمل كده. الخضار اللي انا استخدمته ل 500 جرام او نص كيلو من اللحمه استخدمت فيه نص بصلتين متوسطتين، طبعا دي كميه البصل راجعه لكم، يعني انا بحب البصل كتير في الحواوشي، لو حابين تقللوه عن كده تقدروا تقللوه. واستخدمت معاه ميكس بين الفلفل الحار او الفلفل الرومي، استخدمت معاه فلفل احمر واخضر، وابتديت ان انا اضربهم مع بعض كلهم في الكبه، وطبعا يعني كام عود قليلين قوي من البقدونس. ولحمه الحواوشي بتتفرم على وشين، يعني حتى لو احنا مشترين لحمه مفرومه من عند الجزار جاهزه بنبتدي اننا نفرمها مره كمان مع الخضار والبهارات بتاعتها، بحيث انها كلها تتمازج وتدخل جوه بعض. وده ميكس البهارات الخطير اللي احنا حضرناه، اعتمدوه في كل مره تعملوا فيها الحواوشي. الكميه اللي حضرناها بتكفي من كيلو لكيلو 200 جرام. استخدمت معلقه صغيره مليانه لنص كيلو من اللحمه المفرومه، واستخدمت تقريبا معلقه برده من الملح، طبعا كميه الملح بتكون اختياريه. ولو مش موجود محضره الطعام او الكبه تقدروا ان انتوا تفركوهم في ايديكم كده لغايه ما بيوصل للقوام ده. في الوقت ده بنحتاج ان احنا نبرد اللحمه بتاعتنا، انا بحب ان انا اعملها الكور كده متساويه، بحيث انها تسهل عليا لو انا هفرزها، او ان انا حتى لو هحشيها في نفس الوقت بتكون سهل عليا بحشيها على طول واحده واحده. وبالنسبه للعيش اللي بستخدمه للحواوشي فبتطلبوا من الفرن او من المكان اللي انتوا بتجيبوا منه انه يكون عيش حواوشي نص سوا، بيكون هو تقيل كده ومحمل، بيكون علشان يستحمل النار ويستحمل الحراره. ولو حابين ان انتوا تفرزوا الحواوشي تقدروا ان انتوا كمان تفرزوه في المرحله دي، بتحشوه كويس جدا وبتفردوه لغايه ما تتاكدوا ان اللحمه اتفردت كويس جدا فيه، وبتحشوه بس بتخلوا بين كل رغيفين او كل رغيف طبقه كده من الكيس البلاستيك او حاجه، وبتدخلوهم جوه اكياس بلاستيك وبتخلوها جوه الفريزر. واهم تريك لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتحشوا الحواوشي، انكم توزعوا اللحمه جوه الرغيف كلها بالتساوي، بحيث انها ما يكونش في مكان اللحمه فيه قليله ومن مكان تاني اللحمه مش موجوده، او حتى ان هي تستوي من ناحيه ومن ناحيه تانيه لا. بعد كده في المرحله دي بنبتدي ان احنا لو حابين اننا نفرزه تقدروا تفرزوه زي ما هو كده، او لو حابين ان انتوا تسووه هنسويه على طول مع بعض. وللتسويه اما اننا بنسويه في الفرن او بنسويه في الطاسه. طبعا التسويه في الطاسه بتكون اسرع وما بتاخدش وقت، بتاخد وقت اقل، لكنها بتحتاج ان احنا نكون عاملين كميه قليله بالكتير رغيف او رغيفين، لانه طبعا بياخد وقت، فلكن او ممكن نستخدم اكتر من طاسه. لكن التسويه في الفرن هي بتاخد وقت اقل وبتدي لون احلى في التسويه بتاعه الحواوشي. وهنا هسوي الحواوشي المتفرز وهسويه في الفرن، بحيث ان احنا نكون عرضنا الطريقتين. بطلعه من الفريزر وبسيبه بره من 10 دقائق لربع ساعه، وفي الوقت ده بكون مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره، والصينيه اللي بدخله فيها بتكون برده سخنه على اعلى درجه حراره. وسواء كنت هسوي في الفرن او هسوي في الطاسه، لو انا حابه ان العيش بتاعي يكون مقرمش وكريسبي من بره ببتدي اول حاجه ان انا احطه على الوش في الاول، وبعد كده بقلبه لما بلاقي الوش بتاعه ابتدى يتحمر وابتدى ياخد طبقه كراست من تحت. وطبعا وصل لكم صوت القرمشه، وشوفوا قد ايه من جوه اللحمه مستويه والعيش شارب كده من التتبيل من الطعم، وطعمه خطير يا جماعه. جربوه واوعدكم هتعتمدوه في كل مره هتعملوا فيه الحواوشي، وتقدروا ان انتوا تعملوا كميه من البهارات تكون معاكم في كل مره. وطبعا حضرت معاه سلطه الطحينه والبطاطس المقرمشه، ولو حابين وصفه سلطه الطحينه هتلاقوها نازله في الفيديو اللي فات. طبعا يا جماعه اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتقدروا تفرزوه وتاخدوه معاكم في المصايف، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وقولوا لي حابين نعمل ايه في الفيديو اللي جاي.